عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان، أهلا بك. إذا أنتم تتهمون النظام السوري بهذه التفجيرات، النظام السوري ينفي أي تورط، تفضل. علينا أن نتذكر جيدا ما قاله بشار الأسد قبل شهر من الآن عندما تحدث إلى إحدى القنوات التلفزيونية التركية وهدد بأن ما يجري في سوريا سوف ينتقل إلى الدول المجاورة، واعتبر في حينه تهديدا مباشرا لتركيا. علينا أن نتذكر أيضا ما قاله مفتي بشار الأسد أحمد حسون عندما هدد بعمليات إرهابية في الخارج ضد الدول التي اعتبر أنها تدعم ثورة الشعب السوري. علينا أيضا أن نتذكر ما ردده أكثر من مرة السيد حسن نصر الله رئيس حزب الله عندما انضم أيضا إلى جوقة المهددين بالعمليات الإرهابية وبالرد على ما يتعرض له بشار الأسد. كما قال النظام السوري هدد أكثر من مرة بمثل هذه العمليات. علينا أيضا أن نشير إلى العملية التي حدثت في باب الهوى قبل شهرين من الآن عندما فجر أيضا عملاء النظام السوري سيارة. نعم سيد رمضان. وهكذا فإن مسؤولية النظام السوري أكثر من واضحة في هذه الهجمات. نعم، ولكن وزير الإعلام السوري منذ قليل عمران الزعبي قال إن كل المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا وتحديدا في محافظة هاتاي الحدودية ومن ضمنها بلدة الريحانية كانت حولتها تركيا في الأشهر الماضية إلى مأوى للإرهابيين وللعصابات. وزير النظام السوري يعتبر هؤلاء اللاجئين الذين هربوا من القصف العنيف ومن الإجرام الأسدي يعتبرهم إرهابيين، ولذلك فهم أهداف مشروعة بالنسبة له. أنا أعتبر أن التصريح الذي أدى به عمران الزعبي هو بمثابة إقرار واعتراف بمسؤولية النظام السوري عن هذه الهجمات. هو عندما يعتبر هؤلاء اللاجئين الذين هربوا كأسر وأطفال ونساء من هول القصف إلى تلك المناطق الحدودية على أنهم إرهابيون، وبالتالي فهم أهداف مشروعة بالنسبة له. تركيا تستقبل قرابة 1,000,000 الآن لاجئ سوري على أراضيها في المخيمات. هؤلاء كان أولى بهم أن يكونوا داخل وطنهم لو كان آمنا مستقرا، ولكن النظام السوري استمر بملاحقتهم بالطائرات والدبابات وبالقصف المدفعي. الآن أرسل لهم المتفجرات ومحاولات الاغتيال في داخل الأراضي التركية. وأعتقد أن هذا التطور الخطير ينبغي الآن أن الوقوف سواء من تركيا أو من المجتمع الدولي ضده بشكل واضح وبشكل مباشر، وأن لا يستمر من قبل هذا النظام الذي لن يتوانى عن تفجير المزيد من السيارات. السيد أحمد رمضان عضو المجلس الوطني السوري، شكرا جزيلا لك.